بس جوزي مات بقاله 40 سنة دلوقتي، بقاله ولا 30 سنة يعني، ميت من زمان، وانا اللي بجري على نفسي. بس مبقتش قادرة بقى. كنت الاول بجري على نفسي، مبقتش قادرة. ومعايا عيال بس ما همش معايا، قاعدين لوحدهم، وانا قاعدة هنا، قاعدة في العشة دي بقالها 15 سنة في العشة دي. انا سبتها ورحت البلد، يعني جبت حاجة كنت محتاجة، وهي العشة دي بقالها 15 سنة. ومعيش بطاقة اجيب اكل بها، ولا اجيب حاجة بها، ولا اقبض به. معيش بطايق، ولا بقبض، ولا بيجيني تموين، ولا حاجة، ولا كل حاجة اكملني، عشان ما معيش بطاقة، اني ما عرفتش اعملها. وعايشة وخلاص بالعافية، عيشة بالعافية. قلت شفتوا الاكل بقى بالضنك، والعيشة بالضنك، عيش وجبنة، عيش ومش، عيش وبصل. هذا احنا بناكل ماشيين وخلاص، والحمد لله. وعيالي ما بيسألوش عني، عيالي ما بيسألوش. كل واحد بيقول يلا نفسي، انا معايا عيال. انما الام لا، ما لهمش دعوه بها لحد ما اتجوزوا وهم صغيرين مربيهم. ولا شحتهم، قلت لهم مش حطوا ولا سرقوا، وربيتهم بتعبي وبشقاية انا وابوهم. بس لما اتجوزوا بقى كل واحد بقى قاعد لوحده، وربيتهم احسن تربيه، وبقوا كبار، وعيالهم بقت كبيره دلوقتي. بس ما بيسالوش عني بقى، بيسالوش عني، ولا في اكل، ولا في شرب، ولا فلوس اداني يقولوا خد يما هاتي حاجه. لا، ما بيدونيش حاجه خالص. حتى كل واحد منهم 50 جنيه او 20 جنيه لا ابدا. وخلاص، ودي العشه اللي قاعده فيه. والحاجه ام هشام هي اللي شايلاني. الحاجه ام هشام دي هي اللي بتسال عني، الوليه دي اللي بتسال عني يوم القيامه، هي اللي بتسال عني.